حياكم الله مشاهدي الكرام، استكمالا لحلقة رموز هذه الليلة مع معالي الشيخ الدكتور فيصل الحمود المالك الصباح. حياك الله يا ابو حمود. الله يحييك. انا ق- ترى انا عندي حمود، بس الكبير مالك، ونعم. فعشان ما نزعله انا ابو مالك وعندي حمود والحمد لله. الله يحفظه يعني الله ويخليه. اعطاني، انا عندي ولدين الحقيقه، مالك سميته على جدي وحمود سمى نفسه على ابوي، ما شاء الله. فمالك الكبير وتمشي على الثنتين، ابو مالك وابو حمود، يعني تقدر تقول مره كذا ومره الثانيه. إذا الجزء الأول أبو حمود، الجزء الثاني أبو ان مالك. شاء الله. أبو مالك الله يحفظك، قبل ما أدخل في الهوايات، العمل السياسي مؤخرا، يعني أعتقد أنك صرت في شؤون، عضو في شؤون الأسرة الحاكمة، أسرة الصباح الحاكمة نعم. كريمة هنا في دولة الكويت. بس العمل السياسي على المستوى الدولي الفترة هذه منقطع يعني. لا ماني منقطع الله يسلمك، وانا عمري ما انقطعت، وانا اسمع دائما رسميا يعني أبو لا لا مالك. رسميا، انا لا ازال سفير فوق العاده مفوض في وزاره الخارجيه، ولدي نشاطي الاسري والاجتماعي، وبشرك زود على اللي انا فيها ضعف. يعني من اول كان عندي حتى يمكن اجد لي ساعه ساعتين العب فيهم رياضه وسباحه، الحين والله ما يلاقيهم. الله. لان ما شاء الله لا احبه كثير. بتعرف انا عندي تواصل مع المملكه العربيه السعوديه بشكل خاص والخليج كله، واخواننا في العراق وفي الاردن وفي الشام، وضيفان جايه وخطار رايحه ومفاطيح وقعدان وذبايح ومعازم ومعزوم. يعني ما عندي وقت والله العظيم، ان ال 24 ساعه ما تكفيني. الله. اتمناها تكون يعني 48 او 36 حتى اقدر الحق فيها. لكن الحمد لله وبفضل من عند، انا منظم نفسي. يعني الشأن الاجتماعي، الشأن السياسي، الشأن الديني، الشأن الأسري، فيما يتعلق في شؤون أسرة الصباح. كنت قد عملت في مجلس العائلة، وأنا من العناصر الفعالة داخل قطاع الأسرة، بنفس المسافة لديهم مع جميع أهلي ولابتي وبني عمي، وأحبهم وأخدمهم وأتواصل معاهم، وش أقدر أقدم يعني بكل ما عندي. إذا ما فيني خير لأهلي ما فيني خير لنفسي. أبو مالك، فيما يخص الهوايات، الزحمة هذه والضغط الكبير من العمل اليومي والتواصل الاجتماعي، أنا أعرف أنك لك هواية يعني الخيل، يعني تعشقها بعشق كبير جدا ولك تواصل فيها. كيف تجد نفسك أو تجد الوقت لمزاولة يعني هذه الهواية، إضافة إلى التواصل مع الشعراء والشعر طيب. الحقيقة طبعا أنا حرص على كل شيء يعني أوصى عليه دين الإسلام الحنيف، والخيل كما الرسول صلى الله عليه وسلم معقود الخيل في نواصيها حتى يوم القيامة. أحب أشوف شكلها، سواء كانت سباق أو جمال أو قفز أو كذا. لكن اللي أكثر مني يعني احتواء اللي هو الأخ الشيخ عبد الله الحمود الفيصل في المالك الصباح، هو شقيقي الأصغر وهو مدير مباحث المطار، والاسطبل صاير قريب على المطار، فتلقاه يداوم له 10 ساعات 12 ساعة بالمطار و10 ساعات في الخيل وساعتين على النهلة. احنا نجي على الجاهز، يعني وقت السباق وقت كذا احرص عليها، احبها، تعرف يعني هي كار للرجال وعلم طيب. الشعر يتلذذ فيه، وتوظيف القافية والوزن، الابتداع، الابتكار، التعبير. انا جيت بعبر الآلة عبالهم من القصيد بس غزل، يحبيني ويحبك تعشقيني ما في مانع، هذا في امور نعم. يعني اللي فيه، لكن هذا غرض من الأغراض يعني. غرض من الغرض. لكن الشعر يستخدم للسلم وللحرب، ويستخدم الى التعبير عن ما في الخاطر، يستخدم الى محبه الله سبحانه وتعالى ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم والدين والحكام والشعوب، على تكييف الشاعر. يعني انا اعود لكم مثلا، ابتكرت في العمل الدبلوماسي، وعلى فطرتي يعني بسذاجيتي عقب ما كذا. تعرف العمل الدبلوماسي عمل سياسي، عمل تجاري، عمل اقتصادي، نعم. عمل ثقافي، تعليمي، ترى ما في مانع. جيت طالعت قلت خلني انا اوظف الشعر واخلق ابداع او ابتكار جديد اسمه الدبلوماسيه الشعريه، اضافه الى هاي الدبلوماسيه السياسيه والدبلوماسيه الاقتصاديه والتجاريه. كيف اجيب شعراء كويتيين، وعملتها في لما كنت في الاحتفالات الذكرى العاشره للتحرير العيد الوطني الأربعين في 2001. سويت ملحمه شعريه خليجيه، اتيت ب10 شعراء، 5 كويتيين و5 خليجيين، كويتي سعودي كويتي قطري كويتي عماني كويتي بحريني كويتي اماراتي، ال10 بملحمه سميتها الملحمه الشعريه الخليجيه. وشوف كيف تعانقت الشعر بالابداع بالخليج وغزل الكويت على غرار، ونجحت فيها وموثقه مسجله في 2001، وعملت في صاله التزلج ونالت استحسان الجميع. واتذكر من السعوديه جاء اخونا ابو هذا الاخ خلف بن هذا، وهو صديق لي. لما رحت الى عمان قلت خلني ابتكر الدبلوماسيه الشعريه، فجبت شعراء كويتيين تغزلوا في عمان وسلطان عمان وتاريخ عمان وحضاره عمان وشعب عمان. جبت نقيت 2 3 موجودين،
واخذت في الحياه جراند قاعه، وعزمت صاحب السمو السيد هيثم بن طارق بن عم السلطان قابوس، وقعد معاي وطالع. ولا الكويتيون يعني تعرف لما انت تجي وتلقى واحد يعني يتغزل في شأنك ويتكلم عن بلدك. واتذكر منها 3 ابيات اللي دائما استخدمها واقولها: سلام الله يا امان العرب يا جنة الاوطان، سلام الله على الشعب العماني من دون نقصاني، انا جيتكم وما ببالي غير هالعنوان، المسقط بيتي ووطني وسكني الثاني، وصلت وابلغت جميع الاخوان لو ماني كويت تمنيت اني عماني. على غرار يعني التود في. ايضا هم لما قال السيد هيثم انا بجيب شعراء عمانيين بعد ويتكلموا في الكويت، يعني عرفت وتتكلم عن التاريخ، هذا تقارب. لما رحت الاردن ايضا استخدمت هذا الوضع. الاردن تعرف في تاريخ شوي يختلف، يعني بالخليج غير والاردن غير، لا اريد ان اتحدث في الماضي صحيح. لكن كان في يوما ما كذا يعني بنعديه. نعم. فبالعيد الوطني جتني فكره ان ادعي القارئ الشيخ ابو مشاري العفاسي. اي الشيخ مشاري العفاسي هو صديق، وجاء الحقيقه. ولما قعد الرجال يوم قبل الحفل أشهدوا يعني في البداية، وتكلم عن الوضع اللي احنا قلنا عنه انه العيد الوطني وانه كذا وهالشكل. تعالي قلت بس 10 دقائق ربع ساعة ما سويت عنوته. فجتني فكرة، قلت له متى طيارتك؟ قال لي يوم الجمعة الساعة 5. جتني فكرة اني اخذ يعني الشيخ مشاري العفاسي وخليه يطلع على مسجد الدولة الكبير اكبر مسجد ويخطب خطبة الجمعة، وهو رجل معروف، ومن ثم يدعي إلى الكويت وإلى الأردن وإلى الأمير وإلى الملك وإلى قادتنا وشعوبنا، ويكون التقارب والتعزز في هذه وذيك. وبالفعل طلع وتكلم عن خطبة الجمعة وعقبه دعا فنال استحسان. فهني قالوا أن أبو مالك جاء ووظف الدبلوماسية الشعرية ومن ثم وظف الدبلوماسية الدينية. نعم. لأن هذه ابتكارين أيضا. تعرف الشعر والدعاء عند الناس يعني مداخل صحيح. مداخل على مداخل مؤثرة يعني مؤثرة يعني تجي فيها بالأمور وفي الترتيبات ما يقرب ويؤلف القلوب، ما يقرب الناس عن الناس والإنسان أعتقد أن احنا دائما إن شاء الله. جميل. انتشرت قنوات الشعر يعني وفي الآونة الأخيرة واهتمت بالموروث الشعبي إلى أي حد أنت يعني تتابع هذه القنوات؟ والله معها بالله لا يقدرني على حسب يعني أنا طبعا الفراغ عندي شوي قليل الوقت، لكن أحب وفي الليل أقعد وأتابع إذا صار عندي يعني تعرف. شوف أنا ما يا أخوان طريقة حياتي من الصغر ما عندي ترف يعني قليل أقول لك، والعالم تقول لي أنت ما كنك يعني بهالعمر. أول الصبح كله قرآن من أبدأ الفجر لين قرآن بسيارتي قرآن لين الضحى الكبير، وبعدين أحول كله أخبار وعقبه كله قصيد. هذا اللي عليه. الباقي هذه الأمور يعني إلا أشياء معينة، فتركيزي كله على سماع القرآن وعلى القصيد والشعر واستنطعه وافهمه وجيده. ما اقدر اعبره يعني حظ مني ماني بشاعر لك انا الا انت شاعر يعني ما يعرفون المشاهدين انه انت شاعر يعني شاعر. واعتقد انه انت يعني فتره من الفترات اللي وصلني من معلومات انه قريب من يعني تاليف ديوان شعري يعني. لا هو مو بهالطريقه بقدر ما قصائد كثيره يعني جزاهم الله خير. الاخوان عبروا في اكثر من يعني 1572 قصيده الذي قيلت هذه نعم المتواضع. أنا عندي صديق وكل من قاعد في السعودية أصدقائي وأهلي وربعي وجماعتي وسواء من كل إخواننا الأحباء الأمراء، ونحن على نسب ويعني والأنساب وأحساب معهم، غير أن احنا أبناء عمومة يعني وغير نسبنا. بس عندي أحد الأصدقاء اللي هو أخونا الشيخ زيد بن ناصر المليحي، رجل شاعر طبعا رجل أعمال وأمير قبيلة مليح بن سبيع، لكن هو شاعر وأنا وياه علاقة قديمة. وتعرف مرات يحوشنا شوية فضاوة وفراغة، فكنا نتلاقى في جنيف يعني وفي سويسرا، عزمني وعزمه وأنا وياه أخوان دنيا وأحبه. فتسمع هذه الكلمات اللي قالها وتحتشر اسم عزام. نعم. قبل الحين عاد ما شاء الله أخوه ولده بدر يعني أعتقد اللي أعطاه. فنسمع سألنا عنك المحبوب وينك ترى المحبوب تفقد الحبايب وأنا في وغيره. والله كريم والله كريم. قمنا يعني استنطع وقلت له تراني بسرق منك. قال اسرق ما في معنى. انت شاعر ما انت بحاجه يعني انه انت تسرق. اي والله يحفظك. تقول لي الان يعني فيما يخص الاعلام الشعبي، ترى انه خدم الموروث الشعبي او ترى يعني من خلال متابعتك البسيطه
او انه ما اضاف شيء للموروث الشعبي بشكل عام من ضمنها الشعر؟ لا احنا خلينا نكون صريحين، نبي يخدمه. وشوف الاعلام هو اختراق الشعوب. يعني اليوم حياه بدون اعلام ما فيه. عرفت؟ نعم. ما فيه. اليوم نكون صريحين وواضحين. الاعلام هو اللي يوثق، هو اللي يربط، هو اللي يعدل، هو اللي يعلم، هو اللي يسوي. نعم. كل شيء مطلوب عليه ابراز ودور لازم الاعلام يكون له. بس خلني اكون اني واقف فوق فصاعتك. الاعلام البناء الابيض الصادق، نعم. الغير ماجور، الغير فاسد، حتى نكون واضحين انا بشكل اعلام. غير مسيس يعني من الداخل لا يعني. لا تؤمن نواياه وتبرر، يعني تبرر تحت كذا. لكن ان شاء الله الموروث الشعبي ماشي، وان شاء الله من افضل لافضل. انا حضرت يعني في دعوه الاخ سلطان الغيصم عند شمر في ام رقيبه. نعم. في رعايه الامير مشعل بن عبد العزيز، وسعدت هناك بينهم والقيت خطاب وكلمه. ايضا حضرت عند الجماعه في الموروث الشعبي اللي صار هنا في الروتين، على طريق الروتين. والامور كلها باذن الله ان شاء الله ماشيه ومتسهله جميل. المواطن الخليجي او الشاب الخليجي في الخارج كيف تراه؟ هل هو مرفه وراه مشاكل كثير، او انه انسان يعني ملتزم؟ لا ان شاء الله ان ابنائنا الخليجيين رجال ومربيين وبخير وبس. لكن انا هنا يعني ادعوهم دعوه. نعم. يا ابنائي ويا اخواني، سواء ذهبتم للخارج طلاب علم او لاعمال او لامور او لسياحه، وضعوا الله نصب عينكم وكتابه، واحترموا قوانين الدول اللي انتم فيها، وكونوا سفراء لخليجكم، بحيث لا يقال يعني عنكم كذا وكذا وكذا. وان شاء الله انهم هم كفؤ ويراعون ناحيه دينهم الاسلامي الحنيف وعاداتهم وتقاليدهم. وانا عايشت منهم مجموعه كبيره لما كنت سفيرا في الاردن، يعني تعاملت معهم والحمد لله على كل حال. الانتخابات الأخيرة في دولة، هذا سؤال سريع، في دولة الكويت الأخيرة كانوا متوقعين أنه الشيخ أبو مالك يكون مرشح نفسه، كانوا يراهنون على هذا الشيء أنه يدخل مجلس، بس الشيخ مالك أبو مالك ما رشح نفسه. والله يا طول العمر أنا لا أخرج من طاعة الله ورسوله ولي الأمر. أنا رجل مطيع ومحب ومخلص ومقرب إلى سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح العامل جابر الصباح حفظه الله ورعاه، وأفتخر فيه. ولا أقول هذا الكلام من ري أو زياف أو محاباة، والذي بعث محمد بالحق بشر ونذير. أقدره وأحترمه وألتقي معه وأزيد بالبيت. وأمس كنت عنده يعني على مأدبة غداء الخاصة. لا أطلع من رأيه وشوره، لا أنا ولا أخواني ولا أي أحد، بل أنا مالي وبنوني وكل ما لدي من ضاقة ومكانه هي رهن إشارة ولي أمري وأميري. فهو يرى بأن أبناء الأسرة لا يحبذ أنهم يخوضون في موضوع الانتخابات. ولو كان في مجال يعني دعني أقولها لك أن يكون في باب ترشيح لأحد من أبناء الأسرة، كلهم فيهم خير عيال عمي ونعم كفو طيبين وأطيب مني وأحسن مني. بس إن شاء الله صارت الكويت دائرة واحدة تراني بجيك تلقاني بالمجلس قدامك. إن شاء الله كفو. وأجيك أركض، لأن الحمد لله أنا بنفس المسافة مع الجميع. صحيح. وعلاقتي طيبة مع الكل، سواء أهل الكويت العائلات أو قبائلها أو طوائفها أو حاضرتها باديتها. فأنا مع الجميع، شيعتها سنتها بنفس المسافة. هذا اللي خلاهم يقولون اسأل الشيخ. وواصل معاهم وأحبهم وأخدمهم وما عندي مصالح. جميل. سؤال أخير بعد أنا يعني ندري أنك مرتبط أيضا وتبي تطلع للشغل، الله يحفظك. أنا يعني تعكف قناة المرقاب على افتتاح مكتب كبير هنا في دولة الكويت، نبي وعد منك والمشاهدين أنك تشرفنا وناخذ منك لقاء برضو مطول يوم الافتتاح إن شاء الله. يا مرحبا فيكم مليار. الكويت كلها ما شالتكم وتشيلكم قلوبنا وعيوننا، وتبنوا بيتي هذا وديواني ومضيفي مقر لكم في اي وقت. الله يكرمك. وان شاء الله افتحوا احنا نعين ونعاون وبنجي وبنبارك، وعليكم حق لنا هديه نجيبها بعد ونعطيكم اللي تبون. الله يكرمك. يعني في لقاء ولقاءات وغيرها. الله يسلمك، انت خير داعم للاعلاميين وخير داعم لنا معالي الشيخ. اذا في كلمه اخيره تحب توجهها. انا اشكركم يعني من اعماق قلبي بجزيل الشكر وعظيم الامتنان ووافر العرفان على يعني تفضلكم مشكورين باعطائي الفرصه بان التقي مع مشاهدين هذه القناه الفضائيه المرقاب الطيبه. ويعني محبه الناس دائما الذي يخاطب ليست اللسان، يخاطب القلب. فوجدت كل اريحيه وكل شفافيه وكل يعني موده مع
اهلنا وربعنا وجماعتنا سواء في الكويت او في السعوديه او في الخليج. ونتمنى ان شاء الله ان هذه الفضائيات دائما تكون يعني مداخل طرق الى الفه القلوب وسعاده الناس واشغالهم في امور يعني تحننهم ما تجننهم، امور تريحهم وتسعدهم ما تقردهم، بامور تالف فيما سواء كان عن الشعر او عن الثقافه او عن الامور الاخرى في مجالات الحياه اللي احنا ادينا منها. نعم. تعرف نحن بالتالي عرب ومسلمين ولدينا يعني امورنا وعاداتنا وتقاليدنا وكذا، فان شاء الله ان الاعلام البناء الصادق سواء في هذه الفضائيه الموقره او غيرها يحذو هذا الحذو ان شاء الله. شكرا لك معالي الشيخ، شكرا جزيلا. الله يحييكم، لكم الشكر، تحياتنا لاهلنا وربعنا في المملكه العربيه السعوديه والى كل. يصل الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على متابعة هذه الحلقة من برنامجكم رموز، التي سجلناها هنا من دولة الكويت الشقيقة ومن ديوانية الشيخ الدكتور فيصل الحمود المالك الصباح. حتى الملتقى في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.